بينقاس تقدم أي مجتمع بنجاح المرأة. لهيك ضيفتنا اليوم هي مربية أجيال ورسامة وتملك صوت حلو. رح نتعرف اليوم على سيدة سناء سروج أكثر بهاللقاء. أهلا وسهلا فيكي ست سناء. أهلا فيكم. ما شاء الله، يعني لما بلش جمع المعلومات عندك مسيرة حياة كتير حافلة، كتير فيها شغل، كتير فيها نجاحات. لهيك هلأ أول شي بدي بلش معك من البدايات، من عملك الأساسي، وبنمشي شوي شوي. أنا كنت يعني أنا خلقت بلبنان. تعلمت بمدرسة الروم الأرثوذكس للبنات الوطنية. بعدين بسبب الحرب جينا على المشتى، على بلدتنا يعني، وكفيت دراستي بمدارس مشتى الحلو. درست بعدين معهد إعداد مدرسين لغة إنجليزية. كفيت بعدين ترجمة، وعملت دبلوم تأهيل تربوي. وكمان اشتغلت بمهنة التعليم من سنة 99. بلشت دورات إنجليزي أول شيء بالاتحاد النسائي. كان عندي تلاميذ من عمر 4 سنين لعمر 14 سنة. من هون بلشت. بسنة 2002 تعينت بالدولة كمدرسة لغة إنجليزية. بعدين استلمت إدارة، بلشت بمجال إدارة المدارس. تقريبا ضليت 14 سنة بمدارس الدولة، يعني صرت مديرة لمدرستين. بعدين رجعت على التعليم فصل دراسي واحد كمان. بعدين استلمت إدارة مدرسة مشتى الحلو الخاصة. ما شاء الله. ست سناء، نحن بنعرف كتير في نشاطات كنتي تعملي فيها، اسمك لمع كتير كمان، يمكن مع الملتقى، مع كتير مراكز كانت هون كمان بالمشتى، حتى ضمن عملك يخزي العين في نشاطات كتير، في تدريبات كتير، ويمكن حسب ما سمعت كمان بتكتبي قصص للأطفال. شو بتخبرينا عنهم؟ اوكي، هلا انا يعني من اول ما بلشت اتعلم اتبعت اسلوب فني بالتعليم. يعني انا حاولت اطلع اكثر شيء، اطلع من التلقين يعني والطريقه التقليديه بالتعليم. علمت عن طريق الغناء، يعني كان في دائما في اغاني كل يوم او يعني بالاسبوع لازم التلاميذ يتعلموا غنية بالانجليزي او غنيتين. كان في نشاطات، في سكتشات، في مسرحيات، في مثلا كمان نقرا قصص. دائما يعني احاول انه اعطي التلاميذ الدرس بطريقه ممتعه، طريقه فنيه، مشان ما يملوا بالحصه طبعا. كمان اشتغلت بالملتقى الثقافي العائلي. عملنا دورات لغة إنجليزية أكثر من سنة، يعني ضلينا تقريبا 3 سنين نعمل دورات إنجليزي بالتعاون مع مثلا منظمات تانية، اليونيسيف، بطريركية الروم الأرثوذكس. وكانت دورات مجانية بالكامل. وعملنا فريق وي ار ذا سونج بالملتقى، وشاركنا بمهرجانات الدلبة أكثر من مرة، بأغاني بالإنجليزي، بسكتشات، برقصات. كمان اشتغلت مع مركز أمل اللي هو بالتعاون مع جمعية أنيسة سعادي الملائكية واليونيسيف. كمان عملنا دورات إنجليزي للأطفال المتضررين من الحرب. كمان دورات كانت مجانية، وكانت هي شملت الحلو أنها شملت أطفال من كل سوريا هاي الدورات. وكمان بسبب الفاقد التعليمي الكبير اللي صار عند التلاميذ، حاولنا نعوض لهم هيدا الفاقد التعليمي يلي بسبب كورونا وبسبب هيدي القصص. بكل نهاية دورة كان عندنا لازم يكون حفلة ختامية لهي الدورات. كمان أغاني إنجليزي، رقصات وسكتشات، وكمان مسرحيات كمان بالإنجليزي. والمجموعة القصص بحسب ما بعرف في شيء جاهز يمكن وناطر لينطبع أو هيك شيء؟ ايه، هلا تجربة قصص الأطفال من زمان بلشت أكتب قصص. كنت لأنه أحكي قصص لأولادي. أولادي كانوا إنه دايما بدهم شيء جديد، بدهم قصة جديدة يسمعوها. بقى كانوا يعطوني عنوان، وأنا لاقي حالي إنه أنا استرسلت، وإنه عندي خيال بكتابة قصص الأطفال. ودايما القصص كان في لها مغزى، وإن شاء الله يا رب هيك قريبا يعني بنطبعهم. عمي الأب إبراهيم سروج بطرابلس هو عنده مكتبة السائح، عم بيشجعني منشان نرسم رسمات لهيدول القصص ونطبعهم بشكل مجموعة قصصية حلوة للأطفال إن شاء الله. مدام سناء، من فترة قصيرة حصلتي على جائزة محمد بن زايد، وبعتقد وقتها كان عدد كبير من سوريا مشارك وأكثر من دولة عربية.
وقتها فرحتينا كلنا وفخورين فيكي وألف مبروك مرة تانية. بس حابين نعرف تفاصيل أكثر عن هاي الجائزة. هي الجائزة اسمها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أطلقتها دورة الإمارات العربية المتحدة. مشاركين فيها دول عربية ودول كمان أجنبية، تقريبا يمكن 12 دولة. كان في 3000 مشارك من سوريا، وفي 40 بس هن فازوا اجتازوا المرحلة الأولى، واعتبروا إنه هدول الملفات تبعتهم كانت مميزة وانطبقت عليهم المعايير العالمية بالتعليم. والحمد لله إنه أنا كان اسمي من ال40، وهذا الشيء خلاني كتير سعيدة وفخورة، وحسيت إنه أنا تعبي حصدت ثماره. فرحنا كلنا وخلانا كلياتنا فخورين. ألف مبروك مرة تانية. ميرسي كتير. هلا بدي انتقل على الجانب الفني اللي بشخصيتك. معروف مدام سناء وين في معرض رسم اسم مدام سناء موجود، في عندك موهبة رسم وبعتقد كل مالها كمان عم تكبر، فكيف بلشتي فيها ووين ناوية توصلي فيها؟ هلا أنا هواية الرسم كانت مرافقتني من الطفولة، كتير بحب الرسم وكنت حب إني أدرس فنون جميلة، بس طبعا أنا درست إنجليزي. ضل هالحلم يعني عم بيراودني، وكان في فضل للملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو أعلنوا عن دورة للرسم الزيتي، شاركت فيها. كان أستاذ علاء محمد وبعدين الأستاذ سامر إسماعيل، وطبعا صارت تتطور موهبتي، وصرت يعني دايما نشوف إنه كل لوحة عم بيكون فيها تطور أكثر من اللوحة اللي قبلها. وشاركنا كمان بفريق نحو بلدة أجمل بالرسم على الجدران بمهرجانات الدلبي. حتى ملاحظ برسوماتك في رسم أيقونات، وهو هذا فن قائم بحد ذاته، فكيف نميتي هاي الموهبة لقدرتي؟ هذا الفن بعتقد هو فن صعب، فإذا بتحكي لنا شيء عنه. هلا فن الأيقوني أكيد بده دراسة، لأنه هو لاهوتيا في له رموز، ومنه من السهل إنه حيلا حدا يرسم أيقوني. بقى أنا في تجربة رسمت الأيقوني بالألوان الزيتية على قماش مثل ما برسم أي لوحة، بس أكيد أنا يعني مفكرة إني أتعمق أكثر بهيدا الفن وأدرسه. حتى الأيقوني بيكتبوا فن كتابة الأيقوني منه رسم يعني. بقى هيدا بده دراسة أكيد، وإن شاء الله بدرسه إن شاء الله. ما شاء الله، لسه ما خلصنا من المواهب الفنية. كمان معروف صوتك كتير حلو، يعني كمان حضرتك يمكن من زمان نحن بنعرف إنه سناء بترتل بالجوقة وبتمتلكي صوت حلو، بعتقد في أكتر من حدا بعيلتك حتى كمان صوته حلو. فشو بتخبرينا كمان؟ هلا أنا يمكن بلشت رتل من وقت تعلمت الحكي الكلام. جدي هو الأب جبرائيل سروج الله يرحمه، وعندي عمي الأبونا إبراهيم سروج، والبابا مرتل كمان كان بده يصير خوري بس لا يعني ضل مرتل. وكنا نرتل بطرابلس بالبيت بالحرب، ونحن من هيك تعلمنا الترتيل أنا وأخواتي. وقت جينا على المشتى صرنا بجوقة الكنيسة السيدي بمشتى الحلو من سنة ال87. هلأ فيك تقولي صار لي 35 سنة مرتلة بجوقة مشتى الحلو ما شاء الله، مع أبونا خليل الله يرحمه. وكنا نروح معه نرافق ونحن وصغار على الضيع بالأعياد، كمان نرتل معه. وكمان برتل مع أبونا مروان هلأ اللي هو عمي الله يطول عمره يا رب. مدام سناء بيخطر لي اسالك هلا مع كل هالنشاطات والتدريبات والانجازات والمواهب، حضرتك ام ل3 صبايا، فكيف بتقدري تتوفقي بين كل هالشغل وبين العائله؟ يمكن القصه ما سهله. هلا هي ما كتير شغله صعبه، هي بس بتحتاج انه الانسان يدير وقته ويستثمره قد ما بيقدر. طبعا لازم يرتاح، لازم ياخد يعني بريك يريح حاله، بس دايما يعني الانسان بيقدر يشتغل كل شيء بده اياه اذا حط اولوياته ونظم وقته. بدي اتشكرك مدام سناء على الاستقبال الحلو، وبدي اتمنى لك النجاح على طول، وان شاء الله بتضلي بهالهمه وبهالنشاط ونضل نضوي على كل انجازاتك. ميرسي كثير لكم صفحه مشتى الحلو، الحقيقه انتم يعني نحن فخورين بوجودكم كصفحه بالمشتى، صفحه مهمه كثير، وان شاء الله يا رب دائما لازدهار.